مش كل حد عايز يرتبط جاهز فعلا يكون شريك، ومش كل حد بيحب يعرف يحب صح. في فرق كبير بين انك تتمنى العلاقة وانك تكون مستعد ليها. العلاقة مش حضن وبس ولا سندوتش مشاعر نلجأ له وقت الجوع. العلاقة مسؤولية، نضج، سعة قلب، ووعي باللي جاي، مش بس الحنين للونس. وقبل ما تسأل هو الشخص ده ينفع ليا، اسأل نفسك: أنا أنفع لحد؟ أنا ينفع أكون شريك حد؟ أنا جاهز أدي، أستقبل، أشارك، أحتوي، أتسامح، أسمع، أتنازل، وأثبت كل يوم إني شريك جدير؟ النضج مش إنك تشتري ورد وتقول كلام حلو. النضج هو إنك تقدر تمسك نفسك وقت الغضب، وتعرف تفرق بين زعلك من الشريك وزعلك من نفسك. النضج هو إنك ما تهربش أول ما العلاقة تواجه مطب، ولا تغرق شريكك بتوقعات مش واقعية. النضج هو إنك تبقى عارف نفسك وشايف جروحك، وما بتستناش من الطرف التاني يداويها كلها. تبقى رايح له كإنسان كامل، مش كفراغ محتاج يتملي. لو لسه بتخاف تقول لأ، أو بتسكت عن اللي يزعجك عشان ما تخسرش، أو بتغير لدرجة بتخنق، أو بتنسحب لما حد يقرب، فاسأل نفسك: هل ده وقت الارتباط ولا وقت انك تقعد مع نفسك وتفهمها الأول؟ كونك نفسك تبقى في علاقة مش معناها انك مستعد، ومفيش عيب ابدا انك تأجل لو ده معناه انك هتدخل وانت اقوى. النضج مش سن ولا خبرات ولا انك مشيت على جراح كتير. النضج هو هل بقيت تعرف تحب من غير ما تأذي، وتتخانق من غير ما تهين، وتخاف من الفقد بس ما تتحكمش في اللي بتحبه؟ هل بقيت تعرف تعتذر وتسمع وتسأل نفسك: أنا غلطت في إيه قبل ما تتهم الطرف التاني؟ لو لسه مش عارف تجاوب على الأسئلة دي، فالحب يستناك، بس الأول خليك شريك كويس لنفسك. لما تنضج كفاية هتعرف تختار صح وتحب صح وتعيش العلاقة اللي تستحقها بجد، وتبقى وقتها الشريك الصح.